سحر الخوف والرهبة أكبر سحر حطم الإنسان، خصوصا في النفسية نتاعو. يحطمها بمعنى الكلمة، وينحي ثقة النفس من الإنسان، تولي ما عندوش ثقة، يولي إنسان عايش هكذاك برك، ياكل ويشرب وخلاص، بصح خايف من كلش ويرهب من كلش. الإنسان هذا تلقاه يخاف حتى من والديه، يخاف من حياته كيف راهي تسير، يحس روحو مراقب من عند الناس، يعني الناس تحس فيه، يحس روحو يمشي في الطريق والناس قاعدة تحس فيه وتشوف فيه، يخاف من الموت. يحب يدخل لبروجي، يخاف من رئيسه في العمل ولا مديره في العمل، يخاف من الزملاء نتاعو، ما يحبش يمشي في الطريق وحده، يبغي دائما يكون معاه مرافق. يخاف كي يخلص الدراهم هذوك الا كان خدام، يخاف يسرقوهم له في لابوست. تقولوا تتزوج، يخاف يتزوج ويخاف المسؤوليه تاع الاطفال. يحس بلي الناس لو كان يدير فيهم ثقه كاع راحين يخدعوه. يخاف لو كان يرقد يصبح يقولوا له راك حابس من الخدمه، كي يصوني التليفون تاعو يموت، كي يصونوا له في الباب تاع دارو يموت من الخوف. يعيش في رهبه ورهبه. لهذا السحر اللي ولا دركا منتشر ويخليك اكثر من سحر التعطيل في القوه نتاعو ب1000 مره، لانه يعيشك في رهبه وخوف. ما تعيشش حياتك، تعيش خايف، تعيش رهبه. واحد يخزر فيك تقول راهو يهدر عليا، جوز على جماعه يهضروا تقول راهم يشروا عليا. يعني عيشة ضنكاء، كارثه. سحر الخوف والرهبه أكبر سحر حطم الإنسان، خصوصا في النفسية نتاعو. يحطمها بمعنى الكلمة، وينحي ثقة النفس من الإنسان، تولي ما عندوش ثقة، يولي إنسان عايش هكذاك برك، ياكل ويشرب وخلاص، بصح خايف من كلش ويرهب من كلش. هذا هو سحر الخوف اللي نقول عليه أنا هو أخطر من سحر التعطيل ب1000 مرة، لأنه يعطل عن الزواج، ويعطل عن التجارة، ويعطل عن التعليم، ويقتل العلاقة مع الناس، والناس قاعد تكون مليحة معاك، انت تحسهم باللي راهم يراقبوا فيك ويعسوا فيك وانت خايف منهم. مع تحيات شيخ راقي أبو تقي الله الجزائري.